لحظة وقف عندك. برشلونة كان بيروح فيها اليوم. المباراة اللي الكل قال عنها سهلات قلبت فيلم رعب. النتيجة 2-0 صح، بس اللي صار في الملعب والله ما يتصدق. اسمع السالفة. خلنا نبدأ الحكاية من الأول. برشلونة المتصدر، الوحش اللي ما يرحم في ملعبه، دخل المباراة وهو حاط رجل على رجل، واثقين الشباب. وفي المقابل أوساسونا، الفريق اللي حالته حالة، صار له 6 مباريات برا أرضه ما شم ريحة الجول. قلتوا نزهة؟ إيهين. الشوط الأول كان كابوس بمعنى الكلمة. برشلونة يهاجم، يضغط، يشوت، 13 تسديدة يا جماعة، والكورة عيت تدخل، تقول في سحر عارضة. دفاع أوساسونا صال جدار إسمنتي، ولعيبة البارسا خلاص الأعصاب تلفت. الجمهور في المدرجات بدأ يطالع الساعة، والمدرب يفرق في يدينا. الكل يقول معقولة بنضيع نقطتين قدام أوساسونا؟ بس اصبر، جات الدقيقة 86. رافينيا الساحر البرازيلي قال بس عاد مسختوها من داخل المنطقة. بوم، صاروخ شق الشبك، الملعب انفجر، الجماهير قامت ما قعدت، وأوساسونا يا حرام انكسر ظهره بعد ما صمدوا 86 دقيقة. برشلونة فاز 2-0 في النهاية، بس والله النتيجة خداعة. المباراة كانت حرب أعصاب. بس تدرون وش المرعب؟ برشلونة الحين صق 6 انتصارات ورا بعض في الدوري، هالقطار ما يوقف شيء. بس السؤال اللي قرقع في مخي، ليه يا برشلونة؟ ليه لازم تحرقون أعصابنا في كل مباراة سهلة؟ وش بيصير في المباراة الجاية؟ هل بيستمر هالقلق ولا بنشوف الوجه الحقيقي؟ تبي تعرف الجواب؟ لا تنسى تضغط اشتراك وتفعل الجرس الحين. بكرة عندنا أخبار ومفاجآت أقوى، خلك قريب. يلا أشوفكم على خير بكرة، في أمان الله.